أهلا بيكم في درس جديد من CI/CD. النهاردة هنتعرف على بلجن اسمها بلو اوشن. هي كل الفكرة بتاعتها إن هي another interface للجينكنز. في ناس ما بتستلطفش شكل الجينكنز ده، فبالتالي تبقى محتاجة شكل ألطف شوية، فبالتالي بتستخدم البلجن اللي زي دي. طب تعالى كده نجرب ونشوف البلجن دي شكلها عامل ازاي. نخش على available بلجن، نكتب اوشن. ادي البلو اوشن اهي، نعمل لها انستول. هو هينزلها وهينزل كل الديبندنسز بتاعتها. هوقف الفيديو شوية عقبال ما يخلص الانستليشن ده، وارجع لكم تاني. بعد ما نزلنا البلو اوشن تعالى نرجع للداشبورد تاني. هنلاقي بقى فيه اوبن بلو اوشن موجود هنا اهوت، فتعالى كده نفتح ونشوف الشكل عامل ازاي. هنلاقي ده بقى المنظر بتاعنا، ان دي الجوبز بتاعتنا، وده الهيلث بتاعها او هي الدنيا فيها ايه. وبناء طبعا على شكل الايكون ده انت بتبقى عارف الدنيا كويسة ولا خربانة خالص. طيب هنا تقدر ترجع للكلاسيك مود او الكلاسيك انترفيس، انك لوج اوت خالص من الجينكنز. طيب خلينا كده نشوف البايب لاين. نشوف مثلا البايب لاين ده، هتلاقي المنظر بتاع البايب لاين بقى كده هوت، ومقسم لك اللوجز بتاعته كستيب باي ستيب، بحيث ان انت تبقى الحاجة بدل ما هي كانت سايحة على بعض بقت قريبة من بعض شوية. لو جينا بصينا مثلا على حاجة اللي احنا كنا عاملينها في الأول، هي كان فيها هلو بس، ما كانش فيها حاجة تانية. طيب لو جينا برضو بصينا على مش بايب لاين بقى، دي حاجة عادية جدا فري بروجكت، فهتلاقي على طول بيطلع لك الحاجة. ولو في ارتفاكت تقدر تعمل داونلود من هنا هوت، فالموضوع بيبقى ألطف شوية. وده هنا هوت الارتفاكت بالظبط فيها ايه. وهنا لو انت مشاور على جيت هاب او حاجه، فبتشوف التشينجز اللي موجوده. فهو هنا شكل اخر بس للجينكنز مش اكتر، بتشوف بس بيه التفاصيل عامله ازاي. لما بتيجي بس تخش مثلا على الكونفيجر، هتلاقيه هنا هو بيرجع للكلاسيك مود عادي. لكن هو في الاصل كان المفروض ان هو يبقى بلو اوشن، بس هو بلو اوشن مش بيدعم كل الانترفيسز اللي موجوده في الجينكنز، هو بس بيدعم بعضهم بس. ف وفي الاغلب الحاجات اللي بيستخدمها اليوزر، مش الشخص اللي بيكونفيجر الجينكنز ذات نفسه او بيكونفيجر الجوبز ذات نفسها. هو اخره بس ان هو يا دوبك يظهر اللوجز والبايب لاين بشكل لطيف، مش اكتر. طيب تمام، كلام جميل. تقدر ترن هنا هو الجوب بتاعتك start test 1 اهي 45. تيجي تبص عليها تلاقي اللوجز بتاعتك اهي موجودة. طيب تمام، وحتى نفس الكلام من ناحية البايب لاين. خلينا نرجع للبايب لاين ونروح للبايب لاين 1 ونعمل رن. طبعا هيفيل عشان احنا كنا عاملين فيلير ما موجود فيه، بس هتلاقي waiting for run to start. اهو دلوقتي بيعمل get clone، ادي الكوماند اللي هو بيرنه، وادي اللوجز بتاعته الاكسكيوت للبات سكريبت. والله الفيلير حصل هنا اهوت، فبالتالي هو بيبتدي بقى يبص، انت خلاص انت كده هو عدلك ان كل الستيجز دي عدت تمام، هو الفيلير حصل هنا اهوت، فتبقى انت عارف بالظبط الفيلير حصل فين. مش محتاج ان انت تبص على اللوجز كلها وتعدي بعينيك عشان تعرف المشكلة كانت فين بالظبط. دي ممكن بتبقى من الحاجات اللطيفة فيه. بس كده هو لا أكثر ولا أقل، إن أنت بس بتبقى هو عرض مختلف للإنترفيس الكلاسيك العادي وخلاص. وكده نكون خلصنا درس النهاردة، وأشوفكم الدرس الجاي.